بلانك كان في حيرة من أمره، عايز يثبت إن الضوء بين قوسين الفوتونات ليها خاصية جسيمية، محدش مصدقه، ما عندوش دليل قطعي. مين اللي جاله ومعاه دليل قطعي بفكرة بسيطة جدا؟ كومبتون. كومبتون أقنع بلانك إن لو فوتون اصطدم بجسيم وسلف الجسيم ده طاقة، يبقى خلاص الفوتون دي خاصية جسيمية، لأن مفيش موجة بتسلف طاقة، وبما إن الفوتون هيسلف الإلكترون طاقة، يبقى بمنتهى البساطة قدر يثبت بالظاهرة بتاعته إن للفوتون خاصية جسيمية. الفكرة ببساطة، فوتون من أشعة إكس أو جاما هيسقط على إلكترون حر ساكن، يعني طاقته بصفر. إيه اللي حصل؟ الإلكترون اكتسب طاقة، والدليل على كده اتغير مساره، والفوتون بقى فوتون مشتت، خسر جزء من طاقته، من تردده، من كتلته، من كمية حركته، اكتسب طول موجي وسرعته ثابتة. وهنا قدر كومبتون يثبت ان للفوتون خاصية جسيمية او مادية، لانه ببساطة قدر يسلف الالكترون طاقة. انا ايهاب العوضي، ودي طيبات الفيزياء.